صباح الخير. ازيكم؟ حكايتنا النهاردة عن ميمو وجمال رمسيس. اتولد ميمو جمال رمسيس في حي شبرا لأب مصري وأم إيطالية، وكان ليهم أخين كمان، فوزي ورتيبة. وكان عند أبوهم سيرك متجول وكان اسمه سيرك رمسيس. ولما توفى أبوهم سافروا لخالهم رجل أعمال في أمريكا واشتركوا في أدوار صغيرة في التلفزيون هناك، وبعدين رجعوا لمصر واكتشفهم المخرج فطين عبد الوهاب وقدمهم هما الاتنين في فيلم إسماعيل ياسين بوليس سري سنة 59. وفي سنة 60 شارك ميمو رمسيس في فيلم ملاك وشيطان مع نجوى فؤاد ورشدي أباظة. ولعب جمال رمسيس دور لوسي ابن طنط فكيهة في فيلم إشاعة حب مع عمر الشريف وسعاد حسني، ودي كل أفلامهم اللي اشتركوا فيها. واتجوز ميمو بنت دنماركية وخلف ولد وبنت، واتجوز جمال من بنت هولندية لكن ما خلفش. واشترك ميمو وجمال وأخوهم فوزي في افتتاح ملهى ليلي في أسبانيا كان اسمه شهرزاد، وحقق شهرة كبيرة، لكن بعد فترة بدأ الإقبال عليه يقل. وفي فترة السبعينات انفصل ميمو عن مراته واتجوز بنت هولندية وخلف ولد وبنت. وكان ميمو شاب رياضي، لكن كان عنده حساسية في صدره، وتوفى سنة 79 في أسبانيا وكان عنده 48 سنة. وبعد وفاته سافر جمال لهولندا مع مراته وفتح معرض يبيع فيه لوحات وآلات تصوير، وتوفى هناك سنة 2002.